السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة 13 رمضان، والنهاردة معانا الجزء ال 13 سورة يوسف، من أجمل الصور اللي بيحبها كتير من الشباب. هنقف النهاردة في تدبر آية مع قول الله تبارك وتعالى: قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. معادلة سحرية يا شباب، تقوى وصبر. تتقي الله سبحانه وتعالى في تعاملاتك، تتقي الله في شغلك، تتقي الله في مذاكرتك، تتقي الله في تعاملاتك مع الناس، فما تسرقش، ما تنصبش، ما تلفش وتدور، ما تكذبش حتى لو هم بيعملوا. تتقي الله. تتقي الله في شغلك، ما تهربش من شغلك، ما تضطرش ان انت تلف وتدور عشان تاخد القرش. تقوى الله سبحانه وتعالى أن يجدك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. دي تقوى الله سبحانه وتعالى. يتقي ويصبر. يصبر على إيذاء الناس. أنت بتتعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بتتعامل بالمعروف رغم أن الناس وحشة، بس أنا بتعامل بالمعروف، فحصبر على إيذاء الناس. إنه من يتقي تقوى ويصبر، زي سيدنا يوسف. سيدنا يوسف اتقى الله سبحانه وتعالى ولم يظلم إخوته، ومع ذلك صبر كمان، صبر على إيذائهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يدي النتيجة تقوى وصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اتق الله في شغلك، وكمان اصبر على صعوبة هذا الشغل وصعوبة ان انت تحقق ذاتك. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك ان شاء الله، ولا يضيع اجرك ولا يضيع تعبك ولا يضيع مجهودك ولا تخطيطك ولا هدفك ان شاء الله. تقوى وصبر وابشر باذن الله. اشوفكم بالخير ان شاء الله بكره في حلقة جديدة مع تدبر آية. السلام عليكم ورحمة الله.